السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتير من إخواتنا الفلسطينيين موجودين دلوقتي في مصر بالآلاف. هم دخلوا مصر قبل ما المعبر يقفل، ودلوقتي هم موجودين في مصر وانقطع بكتير منهم السبل، لأن التحويلات البنكية وتحويلات الأموال من غزة، قطاع غزة، إلى أي دولة في العالم دلوقتي مقطوعة. ربنا يا رب يلطف بيهم ويكون في عونهم. فأنا أتمنى من كل إخواتي المصريين والمصريات اللي بيسمعوني دلوقتي، ده وقت شدة، وقت أزمة، وإحنا المفروض سند وعون لإخواتنا، فيهم الناس الكبيرة في السن، العجوزة، وفيهم الناس الصغيرة، وفيهم الأطفال الرضيعة، فيهم أسر، فيهم مرضى سرطان، فيهم ناس عندها يعني احتياجات خاصة وعندها أطراف صناعية. فياريت بعد إذنكم كل الناس تهتم في الفترة اللي جاية إنها تاخد بالها مبدئيا من إخواتنا الفلسطينيين اللي موجودين داخل مصر، ونشوف نرعاهم وناخد بالنا منهم. وبالنسبة للإخوة أصحاب المساكن، ياريت يا جماعة أي حد مأجر مكانه لأي واحد من غزة كان ضيف على مصر المدة المفروض أسبوعين ولا شهر أو حاجة، يلطف بيه شوية ويصبر عليه. ربنا يكون في عون الجميع، وربنا يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وربنا يلطف بأهل غزة ويأيدهم يا رب، يا رب يأيدهم ويلطف بيهم ويوقف الحرب دي على سلام.